اكتر ناس بتعاني من فقدان الاسنان، مريض السكر ولا مريض الضغط؟ هنقول زي ما قلنا مريض الضغط او السكر الغير منتظم، المهمل، اللي ما بيهتمش لا باسنانه او بصحته العامه، وده ملوش علاقه لو كمان. حضرتك تشرح لي الصوره دي برضه يا بالظبط، دكتور هي دي بعد اللي إذنك. احنا كنا لسه بنقول عليها. اول صوره على الشمال فوق دي واحد ما عندوش سنان خالص تماما. بنيجي ده بيبقى سن معين يا دكتور، لا يا بيبقى فندم، فاقد لا اسنانه؟ قدر الله، لا قدر الله ممكن يحصل الكلام دوت، لا قدر الله يعني بعيد عن الناس كلها، في حادثه، في خبطه، في وقعه صغيره ممكن فجاه يلاقي اسنانه ويفقد اسنانه. فبيفقد معاها الامل ان هو يقدر يركب حاجه زي كده. طبعا. ولو ركب تركيبه متحركه زي الصوره اللي شفناها قبليها، للاسف بتسبب له مشاكل في الاكل وفي الشرب، بتعمل له مشاكل نفسيه كبيره. صح. فبنحولها الحلو ان هو لما يبقى ثابت، ان اعتقد الواحد وهو نايم لازم يقلع المتحرك ده. صحيح. طيب يعني مش حلو حتى وانا قاعده في بيتي الاقي نفسي ما عنديش سنان. صحيح. يعني مشاكل نفسيه. الاحلى كتير ان انا طول اصحى من النوم الاقي ان عندي سنان. فده امل كبير يا دكتور لاي حد بيتفرج علينا فقد اسنانه. لا، في امل كبير مع حضرتك حقيقي. ان يقدر مشاكله النفسيه تتعالج. بنقدر بقى نحلها حضرتك بالمنظر ده. بنحط دي حاله كانش عنده اسنان خالص، اضطرينا نحط له 4 زرعات لعدم وجود عظم كافي ان احنا نحط زرعه او 2. الصوره اللي تحتيها على طول هتلاقي حاجه اسمها بول، زي كوره بيتحط فيها السوكت، عارفه زي الفيشه بالظبط، جزء طالع من السنان وجزء داخل جوه التركيبه. فبنوصل في الاخر ان الصوره اللي على اليمين تحت ان احنا ثبتنا التركيبه اللي جاي لي بيها متحركه، بنحولها المتحركه الى ثابته اللي هو متعود عليها. رائع. طبعا ده بيعرف ياكل، بيعرف يشرب، بيعرف يتكلم، ما بيسببلوش اي احراج تماما. عارف الاحراج ايه يا دكتور كمان؟ اللي في التركيبه المتحركه، لو انا مركبه تركيبه متحركه وقاعده في حته، اعتقد ان مع الاكل لازم اقلعها. ازاي هقلعها قدام الناس اصلا؟ في ناس كتير بتاكل بيها بس برضو ما بيعرفش ياكل بيها. صحيح. ما بتعملش التهابات. عشان كده احنا بنريحها كل يوم بالليل المتحركه. بنريحها كل يوم بالليل وبنريح اللثه بسببها. ده بيسبب مشاكل طبعا قلنا حضرتك نفسيه كبيره جدا مع العيان. فعشان كده بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحولها من متحركه الى ثابته. فطبعا بفلوس قليله، قليله جدا، بتكاليف قليله. لان العكس تماما ان احنا هنعمل تركيبات ثابته على زرعات ثابته، وده هيكلف تقريبا 4 أضعاف التركيبه المتحركه اللي هي موجوده اصلا في بقه. انا كل مهمتي ان انا السيستم ده ليه اسم كده طبي اسمه اوفر دنشر. يعني ان احنا بنحط الدنشر يعني التركيبه اوفر ذا امبلانت، يعني على الزرعات اللي احنا بنحطها. فده طبعا بيقلل التكلفه تقريبا الى الثلث، وممكن اكتر للثلثين لو احنا نحط زرعه او 2. بيبقى بقى تخيلي حضرتك عملنا كده، الامل بيرجع ازاي للعيان؟ طبعا. بياكل، بيشرب، طبعا، بيتعامل عادي، مش محرج قدام اي حد ان هو يحصل له ان الطقم يتحرك او يحصل له مشكله. لا، بيتعامل عادي جدا جدا، محدش بيعرف كمان ان هو عمل تركيبات. طيب عايزه اسال حضرتك كنت بتكلمني على الناس اللي فقد اسنانها. في ناس بتتفرج علينا لا سنانها موجوده بس شكلها مش حلو، يا مسوس، يا لونها صحيح. مش حلو، يا في فراغات. دول يعملوا ايه؟ هنقول لهم بطريقه سريعه جدا. اللي اسنانه صفرة، بعد احنا اتفقنا ان في حفاظ، احنا خلاص بنحافظ ودخلنا في مرحله ان احنا عاوزين ونقلل القهوه شويه والكافيين، الالوان عموما. أوكي. حتى الصلصه، حتى الشوكليت، حتى أوكي. الحاجات دي، كل دي مشاكل بتصبغ. خلاص احنا حافظنا والدنيا جميله، احنا عاوزين بقى نعمل لها زي تجميل نخليها شكلها احلى. ازاي؟ فاول حاجه احنا معظم المشاكل بتبقى صفرة. ده حله بالنسبه لي في العياده التبييض. حاجه اسمها تبييض بالليزر، ماده كده ظريفه جدا بتتحط على السنان، تقريبا السيشن بتاخد 20 دقيقه. تمام. بس مشكلتها كل حاجه دايما ليها ميزه وعيب. مشكلتها ان هي تقريبا ما بتقعدش التبييض دي يا دكتور اللي على الشاشه دي حاله جميله جدا اسمها فينير. حضرتك احنا هنا زي فتحنا لون اللثه وفتحنا كمان لون الاسنان. ده ساعات اللثه ما بتبقاش حمرا كده، ساعات تبقى بني. لا، دي الصوره اللي على الشمال. حضرتك لو بصيت الجزء اللي على الشمال هتلاقيها فعلا لونها بني. ودي بتتعالج بطريقه جميله جدا دلوقتي بالليزر. تقريبا الم مفيش، دم تقريبا مفيش، هيلينج اللي هو فتره العلاج او النقاهه اللي بعد ما بنعمل بالليزر 48 ساعه بلا، مش هناخد مسكنات عشان الناس فاكره لا خالص، ده هو 48 ساعه بيبقى تمام زي الفل. بتبقى الصوره اللي على اليمين على طول. ما شاء الله. يعني ايه الفرق بقى بين التبييض والفينير؟
ده حاجه وده حاجه تانية خالص. بصي هو في مسمى تجاري اللي هو الهوليوود سمايل، أيوة. الثلاثه دول يا دكتور. المسمى العام ان احنا عاوزين نوصل لهوليوود سمايل، عشان دايما بيجي يقول لي انا عاوز اعمل هوليوود، هو فاكر هوليوود يعني فينير. لا، هو هوليوود يعني احنا عاوزين نخلي ابتسامتنا ابتسامه هوليووديه. ايوه، يعني ابتسامه بيضه جميله ما فيهاش مشاكل في الاسنان، فبنبقى بنحدد له. هي دي يا دكتور بعد اذن حضرتك. زي حضرتك دي بالظبط، دي حاله ده احنا هنفضل فينير. طول الوقت قاعدين عاملين كده صح. بنضحك طول الوقت لو ده سناننا تطلع كده. يعني في دي الآخر. مثلا عندها حاجه اسمها جام سمايل، لو حضرتك شايفاها تلاقي اللثه بتاعتها تقريبا نازله على نص باينة. الاسنان، باينه. بالليزر برضو بنشيلها ونبتدي نحط القشره التجميليه اللي اسمها فينير، بحيث ان هي توصل للمرحله دي برضو في خلال يومين. يعني الحاله ديت تقريبا يومين كنا مخلصينها فعلا، وصلت للمرحله دي. ما شاء الله يا دكتور. ده جزء من العلاج التجميلي، مش كل العلاج مين التجميلي. اكتر يا دكتور، رجاله ولا ستات اللي بتلجأ للفينير؟ كانوا ستات ها، وبعدين تساووا. يعني الرجاله دلوقتي بقت مهتمه بالهوليوود سمايل يعني. طبعا احنا اتفقنا بالشكل الجمالي للاسنان، هوليوود سمايل بيساوي تجميل، بيساوي شكل جمالي. هنوصل له بالتقويم، هنوصل له بالتبييض، هنوصل له بالفينير، هنوصل له باي اسلوب، هنوصل له بالتركيبات الثابته اللي هي كراونز، هنوصل له بان هو فاقد سنانه وهنعمل له زرعات وعليها تركيبات.